عارفة ايه اكتر حاجة بتكسر الطفل من جواه؟ مش العقاب ولا الزعيق. الكسر الحقيقي بيجي لما امه او ابوه يصدقوا اي حد غيره، لما حد يجي يشتكي منه وهم اول ناس يهاجموه قبل ما حتى يسمعوه. يا ترى بتعملي كده وانت مش واخدة بالك؟ خليني اقول لك النهارده ليه ده اخطر تصرف ممكن يعمله الاب او الام، وازاي ممكن تكسري في ابنك الثقة في نفسه من غير ما تحسي. ما تخليش ولادك أهون الناس عليكي. لما حد يجي يشتكي منهم اهدي الأول واسمعي، وما تصدقيش الكلام على طول كأنه حكم نهائي. قولي بكل احترام وهدوء: لو حصل كده أكيد ده غلط، وأنا هتكلم معاهم وأشوف الموضوع بنفسي. وبعدين اسألي وافهمي واسمعي روايتهم، لأن ممكن تكون الصورة مش كاملة، وممكن يكون في سوء فهم أصلا. يا جماعة، لو غلط الطفل، لو غلط أو ابنك لو غلط، يتعلم ويعتذر، بس من غير إهانة. ولو ما غلطش يا جماعة لازم نقف في ظهرهم ونقول اللي اشتكى إن ولادي مش غلطانين، وده مش غلط ولا عيب. نقول لهم باحترام وثقة: الناس هتحترم ولادك لما يشوفوكي انت بتحترميهم الأول. خليكي دايما أمانهم مش قلقهم، وسندهم مش أول واحدة توقعهم. يا جماعة، الدراسات بتأكد إن الطفل اللي بيحس إن أهله بيصدقوه وبيسمعوه بيطلع شخص واثق وشجاع، بيعرف يدافع عن نفسه صح. وده بيفرق في تكوين شخصيته أكتر من أي تربية نظرية. فخلي دايما ولادك يحسوا إنك معاهم مش ضدهم. لو الرسالة دي لمست قلبك، اعملي متابعة علشان توصلك كل الحلقات الجاية، لأن كل حلقة بنحاول نصلح فيها حاجة صغيرة بس بتعمل فرق كبير.